السلام عليكم. الصحافة العالمية تشيد بأداء المنتخب المغربي أمام المنتخب البرازيلي وتحتفي بموهبة أيوب بوعدي. حظي المنتخب المغربي بإشادة واسعة من طرف عدد من أبرز المنابر الإعلامية الدولية عقب التعادل ديالو المثير أمام المنتخب البرازيلي في مباراة اعتبرتها العديد من الصحف العالمية دليل واضح وجديد آخر على المكانة اللي أصبح يحتلها أسود الأطلس في كرة القدم العالمية. صحيفة دو غارديان البريطانية أكدت أن المنتخب المغربي كان هو الطرف الأفضل خلال فترات طويلة من هذا اللقاء، مشيرة إلى أن خط وسط المنتخب الوطني المغربي تفوق بشكل واضح على خط وسط منتخب البرازيل، كما خصت اللاعب الشاب أيوب بوعدي بإشادة خاصة، واعتبرته أنه كان من بين أبرز نجوم المباراة رغم خوض أول ظهور له في كأس العالم وهو ما تيتجاوش 18 العام. من جهتها كتبت صحيفة البايس الإسبانية أن المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة بشخصية قوية وأسلوب فني راقي، مؤكدة أن الثلاثي أيوب بوعدي وعز الدين أناحي وأشرف حكيمي فرضوا سيطرتهم على وسط الميدان في وقت بدا فيه المنتخب المغربي أكثر تنظيم ووضوح من المنتخب البرازيلي خلال أغلب فترات المواجهة. أما منصة ماناجينغ مدريد الإسبانية فقد عنونت تحليلها بهيمنة بوعدي، واعتبرت أن لعب الوسط المغربي الشاب كان أحد أبرز مفاتيح المباراة، وأن المستوى اللي قدمه أمام منتخب عالمي يؤكد أنه من بين أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية والعالمية. بدورها وصفت صحيفة دوسان البريطانية أيوب بوعدي بالجوهرة المغربية، وأكدت أن اختيار اللاعب تمثيل المنتخب المغربي بدل المنتخب الفرنسي تيمثل مكسب كبير للأسود الأطلس، خاصة في ظل ما أظهره من نضج تكتيكي وفني لافت رغم صغر السن ديالو. وفي نفس السياق اعتبرت صحيفة تايمز اوف انديا الهندية أن المنتخب المغربي نجح في كشف عدد من نقاط الضعف التكتيكية لدى المنتخب البرازيلي خاصة في وسط الميدان، وأكدت أن أسود الأطلس فرضوا إيقاعهم على المباراة وأجبروا البرازيليين على التراجع في عدة فترات. وأجمعت معظم التقارير الإعلامية الدولية على أن المنتخب المغربي كان الأقرب إلى تحقيق نتيجة الفوز والأكثر تنظيم على أرضية الملعب، كما أكدت أن المغرب ما بقاش مجرد مفاجأة ديال مونديال قطر 2022 بل أصبح قوة كروية عالمية قادرة على منافسة أكبر المنتخبات الدولية. كما اعتبرت أن أيوب بوعدي كان واحد من أبرز نجوم المباراة ومن أهم المواهب الصاعدة في كأس العالم 2026، ومتوقعة أن يشكل أحد الركائز الأساسية للمنتخب المغربي خلال السنوات المقبلة. فكيفاش شفتوا أنتم أداء المنتخب الوطني المغربي خلال هذا اللقاء واللي كان قريب من تحقيق نتيجة الفوز اللي قدم فيه المنتخب المغربي أداء كبير على جميع الأصعدة؟ فنتمنى حظ موفق للمنتخب المغربي في قادم المقابلات. فكيفاش أنتم كذلك شفتم أداء المنتخب اليوم؟